بركة بسم الله. اللايف دوت يعني عشان خاطر التعصب والفتن اللي اتعملت خلال الفترة اللي فاتت دي. أنا راجل أهلاوي، يعني مش عارف أقول لكم من قد إيه. فاللي حضرت نجوم، يعني زي كابتن حمادة أمام، طه بيصري، مع حفظ الألقاب لكل اللي أنا هذكر أساميهم. ممكن أقول تشكيل فرقة من الزمالك أو المحلة أو الترسانة أو الاتحاد أو الإسماعيلي. الفرقة دي كلها عصرتها وعصرت نجومها. كنت منفعل مع الإسماعيلي في البطولة الإفريقية، أول بطولة خدها كنا بنتنطط. ومن أحب الناس إلي يعني نجوم من الزمالك، على رأسهم كابتن حمادة أمام، طه بيصري، علي خليل، حسن شحاتة، اللهم صل على النبي، إبراهيم يوسف، إسماعيل يوسف ده كان يعني إيه، مشكلة. كان لعيب ملوش حل. شوف بيقارنوا مجدي عبد الغني أحسن ديفندر في جه في مصر. إسماعيل يوسف دوت أول ما طلع قلت إيه ده ما عندوش فكرة. إسماعيل يوسف ده من اللعيبة الجامدة جدا، وبنى نفسه بنفسه زي حكاية هشام ياكل. خدت بالك؟ ما كانش في حاجة اسمها تعصب بالنسبة لي. كنت فرقة، شوف بقى، أهلاوي متعصب. الفرقة التانية اللي أنا أحبها اللي هي تكسب في البطولات الإفريقية وأقف جنب منها وأشجعها كان الزمالك. شوف بقى اللعيبة اللي أنا ذكرتها ديت، كنت أحب أتفرج عليهم، خاصة كابتن حماد الله يرحمه، وكابتن طه بصر، كابتن حسن شحاتة. فال فالبني آدم اللي طلع ده يعني قعد 10 سنين يزرع في الفتنة. أول واحد نطق ما تعرفش دماغه دي فيها إيه، أعوذ بالله، دماغه فظيعة. يقول لك إيه، أنا ما أظنش إن أي واحد أهلاوي يشجع الزمالك في البطولات الإفريقية، ولا واحد زملكاوي يشجع البتاع. زي الفتنة دي بين الجماهير. حتى أنا يا راجل، يا اللي طول عمري بشجع الزمالك لغاية الجون بتاع تامر عبد الحميد ده في الرجاء. خد بالك، والماتش بتاع سان داونز اللي اتغلبوا فيه 3 ده، كنت زعلان على الزمالك في النهائي. ده طلع قعد يغذي ويكرر كل يوم والتاني. لا اصل ويجيب بقى ناس، ايه بقول لك ايه تاني، إيه، انت ممكن تشجع الاهلي في البطولات الافريقيه؟ شوف بقى انت في مانشستر يونايتد ولا مش عارف مين يقدر يشجع مين ولا مين. كل يوم بقى ايه، ينفخ في الفتنه، لغايه لما العيال طلعت تكره حاجه اسمها الاهلي، وكذلك بتوع الاهلي يكرهوا حاجه اسمها الزمالك. وانا بقيت انضميت معاهم بسبب الواد ده، بسبب اللي ايه، مش عشان الزمالك يتغلب، لا، عشان خاطر اشوف الحزن فيه لما يتغلب. مش عشان خاطر ان انا ابقى فرحان في الزمالك، لا، اشوف البني ادم ده، البني ادم اللي زرع فتن ملهاش عدد. دي حاجة التانية، المتحدث الرسمي. انبسطت، قلت ده اعلامي كبير، وكنت بتابعه البرامج بتاعته، وكنت مرشحه من ضمن الناس اللي تبقى في الصفوف الاولى في الفترة اللي جاية دي، ان ما بقاش في حد على الساحة كتير.
هو واحد ولا اتنين، خدت بالكم؟ وقلت دوت هيبقى نمرة واحد، بس للأسف طلع راح خسر كتير بالأسلوب اللي طلع بيه وطريقة. حتى على الراجل اللي توفى، يا حول ولا قوة إلا بالله، اللي توفى في الحادثة بتاعت أحمد فتوح، شوف الطريقة اللي اتكلم بيها. يقول لك كان في إهمال في مشيه، واحد اتوفى. أدي إيه الإعلاميين بتاع في التلفزيون. كنت على المستوى الشخصي كنت بقعد أتفرج على البرامج بتاعته قبل ما يبقى المتحدث. يا ريتك ما كنت متحدث، كنت فضلت في مكانك وحفظت إيه وضعك. مش عشان بتكسب فئة خسرت فئة تانية. لا، قبل ما تخسر الفئة التانية خسرت نفسك. دي نصيحة من أب، يعني ما كانش يعني فاكرك دماغك أكبر من كده كتير. فاكرك دماغك أكبر من كده كتير. دي نقطة تانية. أنا ما قلتش أنا هتكلم في إيه. أنا طالع كده هوت إيه بالبركة كده هوت، أفتكر الأحداث.